صباح الخير سي محمد، كيف عامله الاحوال؟ الحمد لله بخير. كاين شي ما نقضيو؟ الله يخليك، خاصني شهاده العمل نكمل بها واحد الملف اداري واقف عليه. مرحبا سي خالد، تفضل هي الاولى. واش في اخبارك التغييرات اللي غتعرفها سياسه تدبير الموارد البشريه داخل الوكاله؟ شنو كتقول؟ شنو هذا الشيء عاود؟ سيدي، الوكاله ومواكبه للتطورات اللي كتعرفها تبنات مشروع المخطط المديري ووضعات استراتيجيه جديده للموارد البشريه للفتره ما بين 2022 و 2025. مازال ما فهمت. ياك ما ناويين تبدلونا؟ الله يا ودي، راه نتوما هما البركه، وكيف ما كنسميوكم نتوما هما الراس المال البشري ديال الوكاله، وهذا الشيء كله ولا دار راه غير على ودكم نتوما. وهذا المشروع اللي كتكلم عليه واش سبقاتو شي دراسه شي بحث ولا جا غير بحال هكاك؟ بالفعل هذا المشروع تطلب عمل ومجهود كبير، وحنا خدامين عليه مده اشهر هذه، ودابا جا الوقت اللي ننزلوا فيه هذه الاستراتيجيه الجديده على ارض الواقع، وحنا اولين عليكم باش نخرطوا معنا جميع لتحقيق الاهداف المسطره. ايوا عرفني شويه بهذا المشروع والاهداف ديالو. هذا المشروع جا بناء على اجتماعات ولقاءات عديدة مع مختلف رؤساء الأقسام داخل الوكالة والشركاء الاجتماعيين، وبتوجيهات من الإدارة العامة تم تحديد رؤية جديدة للموارد البشرية، واعتمادا على هذه الرؤية تم وضع استراتيجية جديدة ارتكزت في المبادئ ديالها على تطوير الخبرات، ثقافة الأداء، سياسة الابتكار وغيرها. على هذا الحساب غيكون شي تغيير عندكم قسم الموارد البشريه؟ هاد التغيير غيشملنا كاملين، وغيخلي قسم الموارد البشريه شريك استراتيجي وقريب من كل شيء. ومن اجل ترسيخ اهداف هذا المشروع غيتم الاعتماد على هيكل تنظيمي جديد بقسم الموارد البشريه، غيضم مصالح ومكاتب جديده، واللي الهدف ديالها ادماج المستخدمين والمسؤولين، تنميه المهارات، تدبير المسار المهني، والرفع من الاداء والاهتمام برفاهيه المستخدمين وحتى بيئه العمل. ايوا هادشي اللي قلتي كله مزيان، ولكن شنو غنستافدوا حنا من هذا المشروع؟ الاستفادة هي أن العمل داخل الوكالة غيولي أكثر تأطير وتنظيم، وإلا كانت الخدمة والأداء ديالكم مزيان فالنتائج غادي تنعكس على مساركم المهني. وفي نفس الوقت اللي كيحس أنه محتاج للتكوين وتطوير المهارات ديالو، فقسم الموارد البشرية رهن إشارة الجميع. وعاد من غير هادشي كامل راه كاين بزاف ديال المزايا في هذا المشروع. ايوا الصراحه كلنا ما كرهناش التغيير مادام غيدفع بينا وبالوكاله ديالنا نحو الافضل. وكنذكروا مستخدمي الوكالة ما ينسوش ينضموا لينا على صفحات الوكالة بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى مجموعة واتساب كومونيكاسيون انترن، ومرة يتفقدوا علبة البريد على اوتلوك باش يبقاو على اطلاع بكل جديد.